أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات MK Frontend Academy. والنهاردة هنكمل مع بعض شغل على ال CSS. النهاردة هنتكلم عن الأنيميشن. الأنيميشن عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنت بتقدر تحرك لون أو صورة أو نص بطريقة معينة. والأنيميشن دي قصصها كتيرة جدا ولكن هنختصرها النهاردة، وهنبدأ نشتغل عليها إن شاء الله في المحاضرات الجاية بطريقة عملية. من غير رغي، يلا بينا نخش على الكود. تمام، هنبدأ نشتغل مع بعض. نعمل أول حاجة div، نديها كلاس ونسميه color، ونيجي هنا عند color هندوس color دوت color ونديله width 500 وهايت 200. نبدأ نديله ستايل على الباك جراوند color ونخليه بلاك. تمام بالمنظر ده، بس نكبر الصورة شوية. ممتاز. عشان نبدأ نشتغل على الانيميشن لازم الأول نديله إطارات يبدأ يشتغل عليها. يعني والله من أول ثانية يبدأ يشتغل إن اللون بتاع الخلفية يبقى أسود، الثانية التانية يبدأ إن هو يشتغل على اللون يبقى أحمر، وهكذا. يبقى كل فريم بديله بيه الستايل بتاعه. فهم عملوا لنا حاجة اسمها اد، ونعمل كي فريمز. بعد كده نعمل الفريم بتاعنا ونسميه change color. تمام. في عندنا حاجة اسمها initial value. initial value يعني القيمة المبدئية للعنصر ده، وهي نبدأ بيها إن هي 0%. 0% يعني أول ما يبدأ العنصر إنه يتكرر فلازم يبقى فيه باك جراوند أو فيه البروبرتي اللي أنا عايز أغيرها. وبين كل براكتس هنعمل باك جراوند كولر، ونفترض إن هو باللون ده. تمام. في الوقت، في نص الوقت اللي هو 50% من الوقت، خلي بالك النسبة المئوية بتتحسب للوقت، وهنعرف دلوقتي ازاي. نعمل الباك جراوند كولر ونخليه باللون ده، و100% يعني مع نهاية الوقت خالص نعمل الباك جراوند باللون ده. طيب، يبقى احنا كده عملنا القيمة الابتدائية والقيمة النهائية والنسبة اللي في النص، أو ممكن طبعا تبقى أكتر من نسبة، يعني ممكن نعمل 20 25 30 وهكذا. أي نسبة أنت عايز تقدر تعملها، بتبقى على حسب عدد الفريمز أو عدد الإطارات اللي أنت عايز تعملها. وده بيتحقق امتى؟ لما نفترض مثلا كمثال اللي هو مدة الانيميشن ده 10 ثواني، فدي الثانية صفر، ادي الثانية 5، ودي الثانية 10. يبقى دي بتبقى نسبة مئوية من التايم أو من الفريم نفسه. لما يجي يشتغل معاك يبدأ ياخد سكندز معينة، فهو ده اضرب النسبة في الوقت يديك الوقت اللي هو هيشتغل فيه امتى. طيب، هل كده في حاجة هتشتغل معانا؟ لا. ليه؟ اوريدي انا عملت كي فريم، هل هو ده مرتبط بده؟ خالص. طيب يبقى كل حاجة هنعملها نبدأ نشتغل عليها انيميشن. انيميشن نيم، انيميشن نيم هنسميه اللي هو تشينج كلر. ندوس سيف. حاجة تتغير؟ لا برضه، لأن أنت مش مديله التايم بتاعه. انيميشن ديوريشن، المدة بتاعته نفترض إن هو 10 ثواني، هيبقى معانا بالشكل ده. واخد بالك اللون بيختلف ازاي؟ هو راح اسود. تمام ممتاز. طيب، خلينا نشيل اللون الأساسي أو اللون الابتدائي بتاعه، ونقلل المدة شوية نخليها 5 ثواني بس نعرف نشوف مدة أسرع بالمنظر ده. وبعد كده يرجع أبيض. دلوقتي عايزين إن هو يتكرر تلقائي وما يقفش. طيب نعمل ده إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها أنيميشن iteration count. iteration count يعني ممكن تبقى بالنسبة لك مرة، مرتين، 3 مرات، أو ممكن تبقى عدد لا نهائي اللي هو infinite. infinite معناها إيه؟ معناها إن هو هيتعاد ومش هيقف معانا. تعالى نشوف. بيغير اللون، لون تاني، لون تالت، ويبدأ يعيد تاني من الأول. يبقى كده خلاص تمام ممتاز جدا. طيب في حاجة تانية معانا طبعا، الانيميشن. انيميشن حاجة اسمها انيميشن ديلي. ديلي يعني أخر الحركة بتاعة العنصر التاني
المثال مثلا ثانيتين، لو انا عايز اقلله ثانيتين، يبقى بدل ما هيقعد 5 هيقعد كام؟ 5 و2 هيقعد 7، هيقعد 7 و7 و7 و7. ماشي ممتاز جدا. في ايه تاني عندنا؟ وادي انيميشن. في عندنا حاجه اسمها، في حاجه عندنا اسمها دايركشن. دايركشن ده يعني اتجاه العنصر ايه؟ هل هو اتجاهه طبيعي نورمال، ولا ريفرس، ولا الترنيت يعني رايح جاي؟ يعني نختار. هي دي مش هتفرق معانا قوي في التصميم ده، ولكن ممكن تفرق معاك لو انت هتحرك عنصر رايح جاي، زي مثلا ما يكون في سفينه رايحه جايه، او زي ما يكون مثلا في نجوم بتطلع وتنزل، او شمس بتروح وتيجي. تمام. طيب هل انا لازم اكتب كل ده، ولا في حاجه اسمها شورت هاند؟ يعني ايه شورت هاند؟ يعني بطريقه مختصره. في نعمل انيميشن، وهو اول اختيار بيديك النيم، الديوريشن، تايمينج فانكشن، الديلي، iteration كاونت، دايركشن، وفيلم مود. تعال نشوف اول حاجه. لو بس تعالى نمسح كل ده. النيم بتاعه، النيم بتاعه هو change color. الديوريشن عايز اخد قد ايه؟ عايز اخد 10 ثواني. التايمينج فانكشن ديلي هياخد قد ايه؟ مثلا ثانيتين. iteration كاونت infinite. دايركشن خليه، ده مش محتاجينه، وده كمان مش محتاجينه. تعالى كده نشوف، نعمل سيف. بدأ معانا اهو، وبدأ اللون يتغير معانا. طيب هل احنا ممكن نزود هنا اكتر من عنصر؟ طبعا. يعني ممكن نكتب 20% في البراكتس باك جراوند كلر، ونخليه كمثال اللون ده. طيب خلينا بس نغير الالوان علشان تبقى واضحه معانا الالوان ماشيه ازاي كده. تعال نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. شايف الالوان بتتغير ازاي؟ ممتاز جدا. تعالى برضو نشيل الديلي، نعمل سيف، ونعمل هنا عندنا اوريدي 20، 10، 20، 50، نعمل 80. نعمل باك جراوند كلر، نعمل سيف. تعالى كده نشوف مع بعض. بقى معانا بالمنظر ده. ممتاز جدا. ده كده باختصار موضوع الانيميشن. نقدر نشتغل عليه تاني لو انت كمثال عايز تغير الباك جراوند ايمج. لو احنا عندنا اكتر من صوره بتقدر تغير، نكتب باك جراوند ايمج ونكتب اليو ار ال بتاعه ونغير الصوره. وده هيبقى المحاضرات الجايه ان شاء الله هيبقى عشان تطبيق عملي كل جديد من ام كي. كده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى انها تكون عجبتكم. هنشتغل عليها اكتر ان شاء الله في المحاضرات الجايه. متنساش تعمل اشتراك وتابعنا على صفحتنا عشان يوصلك كل جديد. كان معاك محمد صالح من ام كي فرونت اند اكاديمي. السلام عليكم. برعاية MK for Web Solutions.